واحد سي الحنفي عدلي، مرحبا بك معنا هذا النهار في واحد الروبورتاج يكون صغير. بغينا نسولوك على البطوله اللي غادي تنظم في السماره، شكون هي الفرق اللي غادي تكون مشاركه فيها؟ بالفعل هي البطوله الاولى اللي غتنظم بمناسبه احتفال الشعب المغربي بالمسيره الخضراء المضفره، وهي الذكرى 40 نظرا لاهميه هذا الحدث. نادي وداد السماره تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد غادي ينظم دوري اول في مدينه السماره، اللي حملنا له شعار افريقيا تحتفل بعيد المسيره الخضراء. غادي يشاركوا فيه أندية من دول اللي رائدة في كرة اليد. غادي يكون بالإضافة لنادي وداد السمارة هناك بطل الكاميرون وبطل الكونغو الديمقراطية وبطل الكونغو برازافيل، بالإضافة لحضور بعض الشخصيات من الاتحاد الإفريقي. وغادي يتولى التحكيم ديال هذه المقابلات حكام من المغرب ومن الطوغو، بالإضافة لتواجد خبير في مجال التحكيم وهو السنغالي اللي هو حتى هو في اللجنة ديال الاتحاد الدولي لكرة اليد. البدايه ديالها والنهايه فوقاش الطريق؟ البدايه غتكون ان شاء الله يوم 4 غتكون نصف يوم 3 غتكون نصف النهائي الاولى ونصف النهائي الثانيه، ويوم الاربعاء 4 تكون المقابله النهائيه ان شاء الله. وهذا يكون عرس رياضي افريقي بمالي الكلمه من معناها. بالامس كان المكتب المديري للجامعه عقد واحد الاجتماع من اجل تحديد مدرب للمنتخب، ممكن تعطينا بعض تفاصيل على هذا؟ هو بالفعل هو تزامن مع التظاهرين المنظمه في الناظور، ارسل المكتب مدير الجامعه الملكيه المغربيه باش عقد هذا الاجتماع في الناظور، اولا للوقوف امام الاخوه ديال اللجنه التنظيميه على العمل المجهود الكبير اللي قاموا به من خلال هذا التظاهر هذا، وكيشكروا عليه وعطاو واحد الاشعاع كبير لكره اليد والرياضه باقليم الناظور بالمنطقه الشرقيه. وكان الاجتماع ونصبح حول تعيين ناخب الوطن، خصوصا حنا مقبلين على كاس افريقيا الامم بعد تحديد لائحه ديال 26 مدرب. تم الان سيتم تحديد 4 مدربين اللي سيتم اللقاء بهم غدا ان شاء الله، على اساس تحديد الاسم اللي غادي ياخذ قافله المنتخب الوطني في بطوله افريقيا اللي غتقام بمصر بدايه شهر يناير المقبل. يمكن غدا يتم الاعلان على المدرب ان شاء الله، نتمناو غدا ان شاء الله بعد لقاءات ما بين الاخوه اللي تم توجيه الدعوه لهم. غدا ان شاء الله نتمناو بانه غيتم الاعلان على الاداره التقنيه للجامعه الملكيه اللي غتولى تنفيذ البرنامج التقني وتعيين ناخب وطني المساعد له في اللقاء ان شاء الله اللي قد يتم غدا ان شاء الله بمدينه الدار البيضاء. السي الحنفي، واش ما كيبانش لك بان جا تاخير في الاعلان على المدرب؟ يعني جا متزامن مع البطوله اللي غادي تنظم من هنا لشهرين؟ لا ماشي جات اخي، انا باش نكون انا كيف حملت واحد الشعار امام الجمع العام، انا كنكون صريح مع الاخوه. كيف كتعرف بان المدرب حاليا خاص الا بغيتي خاص تتعاقد معاه، والعقود خاصك تحدد له المواجبات ديالو وحقوق ديالو وكذا. وكيف كتعرف بانه الجامعه الملكيه كانت كتمر بمرحله انتقاليه، التقرير المالي ديال الجامعه ما قدمتوش للوزراء. حنا كنا طريتنا حتى نعرفوا المنحه اللي مخصصه والامكانيات اللي غتخصصها الجامعه، على ضوء نشوفوا الامكانيات الماليه اللي نقدروا نشتغلوا فيها. حنا لا يعقل باننا غادي نمشيو نتعاقدوا مع مدرب وحنا ما كان وما عندناش ما عارفينش الامكانيات الماديه اللي نقدروا نشتغلوا باش ما يوقع شي مشكل مستقبلا، وباش تكون العلاقه شفافه مع كل المتدخلين في الشان الرياضي. ارتئينا حنايا باش ناجلوه، ولكن الحمد لله بطوله افريقيا اللي قامت في الناظور خصوصا الانديه البطله، المشاركه اللي قامت بها وداد السماره ديال الناظور بين بان هناك لاعبين الحمد لله يقدروا يحملوا القميص الوطني، بالاضافه للاعبين اللي كيشتغلوا في البطولات الاوروبيه. وحنا على يقين باننا غادي نوضعوا الثقه ان شاء الله بمدرب اللي يمكن له ان شاء الله يحسن من الوضعيه ديالنا في الترتيب الافريقي. هذا هو الهدف اللي غادي نشتغلوا فيه، لانه احنا مقبلين السنه القادمه ان شاء الله باش نخدوا في مجال التكوين ونشتغلوا في مجال العمل القاعدي. بمناسبه مشاركه فريقين مغربيين في البطوله الافريقيه، لماذا لم ناخذهم كنموذج اللي خداتهم مصر وتونس باللاعبين اللي شاركوا عندها اغلبيه ديال المنتخب ولعبوا مع الفرق ديالهم اللي مشاركين هنا في البطوله؟ لا انا كيبان لي بان
بان المنتخب التونسي والمنتخب المصري ما نطرحش هذا المشكل. انا نتج العيار ديال اللاعبين الكبيرين، اللاعبين العدد الكبير ديال اللاعبين اللي كيحملوا الصفه الدوليه، اضافه الى انهم عندهم انديه كبيره اللي كتكون هي الخزان ديال المنتخب الوطني. ملي كنتكلموا على المنتخب التونسي كنتكلموا على نادي الافريق، نادي الترجي، نادي النجم الساحل. ملي كنتكلموا على نادي المنتخب المصري كنتكلموا على الاهلي، على الزمالك، على الاسكندريه. هناك قاعده كبيره ديال اللاعبين، في حين اننا حنا ما زلنا ما وصلنا في البطوله الوطنيه ذاك اللاعبين اللي يمكننا نمشوا بالبطولات باش نقلبوا على القاب افريقيا. ولكن تحديد الرزمانه الزمنيه وتحديد واحد البرنامج مسطر تقني هو اللي غادي يكون الكفيل ان شاء الله باش نرقوا بهذه الرياضه تكون مشاركه احسن في الدورات القادمه. سيد الرئيس، كاخر سؤال، المدرب الجديد اللي غادي يدير واش غادي تعطوه المهله للمدى البعيد ولا المدى القريب من اجل تهيئ المنتخب الوطني؟ غادي يكون اجتماع وغادي يتحدد فيه كل الاهداف. ما كنتحدد لك دابا حتى ان شاء الله نديروا اجتماع مع الاطار التقني ونوضعوا الاهداف ونشوفوا الخيارات ديالو، نشوفوا البرنامج للعمل، وعلى ضوء اتفاق غادي نقدوا نشوفوا واش نشتغلوا مع على مده محدده او ان شاء الله برنامج عمل طويل المدى. شكرا وكنشكركم كثير جزيل الشكر، لانه منذ حلولنا احنا في مدينه الناظور لقيناكم الحمد لله شباب طاقه واعده. كنهنيكم على هذا العمل ونتمنى لكم التوفيق، ولا جيتوا للصحراء مرحبا بكم. بارك الله.